لما تفكر في شخص معين كتير، ايه اللي بيعرفك ان الشخص ده هو كمان بيفكر فيك او ان دي افكار داخلية من عقلك الباطن؟ في عندنا عدة عوامل بتحدد المسألة دي. العامل الأول وهو الشعور اللحظي، يعني أنت في وقت الانفصال طبيعي تفكر تفكير مستمر وكتير جدا أعلى من المعدل الطبيعي، وخليك متأكد إن الشخص برضه في الشعور اللحظي بتاع الانفصال بينك وبينه هو كمان بيفكر. فهنا بيحصل ميكس أو مزيج ما بين تفكيرك أنت المستمر بالنسبة للشعور اللحظي وبين الطاقة اللي بتوصل لك من أفكاره هو، باعتبار إن هو كمان بيمر بنفس الشعور اللحظي. يعني في الحالة دي 50% من تفكيرك أنت و50% من تفكيره هو فيك. نخش على العامل التاني وهو عامل الندرة، ده اللي بيقول لك ان انت لو بتفكر في الشخص ده طول الوقت 24 ساعة في اليوم 7 ايام في الاسبوع، يبقى كده من عقلك الباطن، مش بالضرورة يكون الشخص ده بيفكر فيك. لكن لو انت خلاص عديت مرحلة الشعور اللحظي وعدى فترة على انفصالكم ولقيت نفسك بتفكر فيه كتير بدون اي سبب، في الحالة دي هو بيفكر فيك وبيبعت لك طاقة من تفكيره فيك حتى لو هو مش عارف ان هو بيعمل ده. لكن انت لو عامل الشعور اللحظي اختفى وبقالك فتره ما بتتكلمش معاه وبرضه بتفكر فيه كتير وبشكل هستيري، ده بسبب استراتيجي او طريقه عقلك الباطن اللي بتفكر فيه بشكل مستمر فتثبتت على الوضع ده. تالت عامل وهو عامل المفاجأة، ان انت تكون مثلا مشغول او انت في حاجات كتيرة شاغله بالك وبتعملها في الشغل، بتلاقيه خطر على بالك فجأة، فهنا غالبا بنسبة كبيرة جدا هو بيفكر فيك في نفس الوقت. بس المهم في النقطة دي ان ما يكونش فيه مؤثرات خارجية فكرتك، زي انك مثلا تسمع ميوزك معينة فتفتكره، تشوف مكان معين فتفتكره. اي حاجة واي رابط يفكرك بيه ده من عقلك الباطن او التفكير الطبيعي. لكن عدم وجود اي مؤثرات خارجية فكرتك بيه وفكرت فيه، ده غالبا بنسبة كبيرة جدا الشخص ده بيفكر فيك وبعت لك طاقة من كتر تفكيره تجاهك. رابع واخر عامل معانا وهو عامل ظهور الاحلام، ان انت لو بتحلم بيه بشكل مستمر على طول، ده من عقلك الباطن كوسيله عن التنفيس عن الكبت الداخلي اللي جواك تجاه افكارك تجاهه، فبتطلعها لك على اي حلم. ده استراتيجي بتاعت عقلك الباطن. لكن انت لو بتحلم بيه على فترات متباعده، اعرف ان ده مؤشر كبير جدا ان الشخص ده من تفكيره تجاهك ظهر لك على هيئه حلم. وما تنسوش تحضروا المحاضرة بتاعة فك التعلق العاطفي اللي هتكون يوم 5/5 الساعة 10 بتوقيت مصر. وما تنساش تبص على انستا على اليوتيوب، هتلاقي حاجات تعجبك. اللايك الجميل، اشوفك على خير.